مواصلة المجهودات المبذولة لمجابهة ظاهرة المضاربة في السلع الواسعة الاستهلاك والمدعمة من طرف الدولة. تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسطيف من معالجة قضية مضاربة غير مشروعة. العملية جاءت بناء على معلومات مفادها وجود شخص ببلدية عين الحجر يتخذ ورشة سرية لصناعة منتجات تغذية الحيوانات، حيث يقوم بخلط المواد المدعمة والموجهة للاستهلاك البشري لغرض تصنيع وتوظيف مادة الأعلاف الحيوانية التي تحتوي على مكونات فعالة لتسمين الحيوانات. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش المستودعات السرية التي عثر بداخلها على أكثر من 1000 قنطار من النخالة، 150 قنطار من القمح الصلب، 70 قنطار من الكسكس، 50 قنطار من السميد الممتاز، 50 قنطار من الفارينة، 6 قنطار من الشعير. التحقيق أفضى إلى أن هذا النشاط غير مرخص به لدى مصالح التجارة. العملية مكنت من توقيف شخصين وحجز 3 آلات لصناعة وتوظيف الأعلاف التي فاقت قيمتها الإجمالية 1 مليار سنتيم. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.